من مرة لتقريب وجهات النظر، غير أن تلك الجهود لم تحل دون انسحاب نهائي لأحزاب كردية اعترضت على رفض الاعتراف بالأكراد كشعب في الوثائق النهائية. هذا الموقف نهائيا إذا لم يغير المؤتمر موقفه من قضية الشعب الكردي وأن يقر بالحقوق والشعب الكردي في دستوره، لن يكون لنا أي دخول إلى القاعة. وقد استمع المشاركون في المؤتمر إلى صوت معارضة الداخل ورؤية تيارات الحراك الثوري السوري لمعالجة الموقف على الأرض، وقدم نشطاء ميدانيون شهاداتهم مطالبين باتخاذ موقف حاسم مما يرتكبه النظام ضد الشعب. الصف للثوار معروف بعثة عنان ما عادت ترقى إلى طموح السوريين لأنها أصبحت تعطي الشرعية للنظام بقتل السوريين. في ختام مؤتمرهم الذي شهد كثيرا من الخلافات، أعضاء المعارضة السورية يؤكدون أن التغيير في سوريا لن يتم إلا بأيدي السوريين، بينما ينشدون دعما إقليميا ودوليا لوقف حمام الدم المتواصل في بلدهم. عبد البصير حسن، الجزيرة، القاهرة. ينضم الينا من بروكسل الكاتب الصحفي الكردي المعارض هوشك أوسي. سيد هوشك، اهلا بك. هل كان الانسحاب الحل الوحيد من المؤتمر امام الوفد الكردي برايك؟ طبعا لا، يعني هو الانسحاب الكردي من مؤتمر المعارضه السوريه في القاهره امر يؤسف له. واقع المعارضه اجمالا هو واقع مؤسف ولا يرقى الى مستوى التضحيات التي يبذلها الشعب السوري البطل امام آلة بشار الاسد المجرمه. الانسحاب الكردي سبقه انسحاب قوى معارضه اخرى وانتقادات شديده من الجيش الحر، وبالتالي ما جرى في القاهره وقبله في جنيف من مؤتمرات معنيه بلملمه شمل المعارضه وبلوره موقف موحد لها هو يعني كان مسار انتقادات قوى عده، اطراف عده في المعارضه السوريه. لكن الانسحاب الكردي سبقه مداولات كثيرة يعني في مؤتمرات عدة للمعارضة السورية. والنقطة الكردية التي يحاولون الوفد الكردي أو المجلس الوطني الكردي، النقطة الوحيدة التي يركزون عليها هو الاعتراف الدستوري بالشعب الكردي في سوريا. لكن المجلس الوطني في وثائقه يعترف بهذا الامر، وهيئه التنسيق الوطنيه تعترف، ومعظم قوى المعارضه الاخرى تعترف وتذكر انه في قرارها وفي نيتها الاعتراف الدستوري بالشعب الكردي في سوريا ما بعد بشار الاسد. لكن في الوثائق النهائيه لماذا يعترضون يعني؟ طيب، فقط للتوضيح، لم يكن هناك انسحابات من المؤتمر، كان هناك تسريبات عن انسحابات، ولكن لم ينسحب احد سوى الوفد الكردي فقط للتوضيح سيد هوشك. ولكن ما اثار هي نقطة اساسية، القضية الكردية المزمنة، يعني وكأني بك ترى انه ليس الوقت المناسب الان للبحث في هذه القضية وتأجيلها لما بعد النظام السوري. لا 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 بل من الضروري ومن الضروري جدا الاعتراف بها، وهذا امر يطمئن الافراد ويطمئن الاقليات والاكراد جزء فاعل واساسي من التاريخ السوري ومن الحقيقه الجغرافيه والديموغرافيه لسوريا، وهم شركاء وصلاء في معارك التحرير، ابان الاستعمار الفرنسي وبناء الدوله، ولن يكن لهم اي نوايا انتصاريه. والاحزاب الكرديه اساسا في برامجها السياسيه لا تطرح مبدا الانتصار او ما الى ذلك. اذا ما المقصود بالاعتراف اذا لم يكن المشهد مماثل للمشهد الكردستاني في العراق، في شمال العراق؟ ما المقصود الاعتراف بالاكراد في سوريا؟ يعني الدستور العراقي منذ 1958 على زمن عبد الكريم قاسم اعترف بالشعب الكردي كجزء اساسي من تكوين الشعب العراقي عموما. وهل هذا ادى الى انفصال الاكراد؟ طبعا لا. يعني حتى صدام حسين النظام العراقي السابق اعترف بوجود الاكراد، النظام الايراني يعترف بوجود الاكراد، هل انفصل اكراد ايران؟ لكن اعتقد انه هناك لا زال ربما لو سنحت لهم الوعي الوطني وسنحت في العراق لكانوا انفصلوا. سيد هوشك، عفوا،
ربما لو سنحت الفرصة لأكراد إيران أن ينفصلوا مثل أكراد العراق لفعلوا. أكراد العراق لم ينفصلوا. أكراد العراق هم ضمن دولة فيدرالية اتحادية كأي نظام. الدولة التي أنا حاليا أتواجد فيها هي نظام فيدرالي، يعني لم ينفصل الفلاندر عن الوالون في بلجيكا. النظام الاتحادي الفيدرالي نظام ناجع ومنتج ومجدي ويمثل أرقى درجات الفعل والإنتاج الوطني الديمقراطي. أعتقد أن هنالك لا زال تخوف شديد، يعني الاعتراف الدستوري بالشعب الكردي هل هو لغم يعني في جسد سوريا المستقبل؟ قطعا لا بتقديري، لكن هنالك تخوفات بتقديري غير مبرره وخاضعه لتاثيرات. يعني كيف تفسر لي انه المجلس الوطني يعترف في وثائقه بالشعب الكردي وهيئه التنسيق ومعظم قوى المعارضه ولا ياتي في الوثائق النهائيه ويتنصلون من هذه من هذه النقطه؟ اذا هنالك يعني حاله لنقل حاله انتفاض ضمني، وهذا ما يعزز مخاوف الأكراد. وضحت. شكرا لكم من بروكسل الكاتب الصحفي الكردي المعارض هوشك أوسي. شكرا لك. هذا وأفادت الهيئة العامة لثورة سوريا أن 10 أشخاص